بحسب ما سمعنا بخطاب الجبهة السيادية اليوم على لسان المحامي إلي محفوظ، طالب حزب الله أنه يرجع ينضم مثل بقية الأحزاب، يصير تحت الدولة ويصير حزب سياسي تحت سقف الدولة. برأيك أنت إذا حزب الله ما بعرف انضم وصار حزب شرعي، هل يا ترى حيتقبلوه جميع الفرق السياسية؟ أولا حزب الله بعده لهلا ما معه ترخيص من وزارة الداخلية ليكون حزب سياسي. هو أنشئ لغاية عسكرية، هدفه كان العقيدة، الانتماء لإيران، المحاربة بسوريا، المحاربة باليمن، المحاربة على كل الأصعدة، لحتى فتنا بأتون الخراب اللي صار فيه لبنان من أيام رفيق الحريري للحرب الأخيرة اللي قضت على بيئته وعلى مناطقه. طبعا المكونات الحزب الله جمهوره هو جزء شعب لبناني. طالما هو قادر يعترف أنه لبنان هو بلده، القضية الأساسية وجوهرها هي حماية لبنان وسيادته، مش انتمائنا للخارج. نحن مين بدنا نقاتل؟ حرب الإسناد على القدس اللي جابت الخراب علينا، كان في معاقل دولية كان فيهم يحكوا من خلالها للاعتراف بحل الدولتين، وكنا سلمنا شعبنا وسلمنا بلدنا. أكيد إذا بيقدم وبصير حزب سياسي وليس عسكري، لأنه هو قائم عسكريا فقط للقتال لعقيدة معينة كان بيتبعها، الجمهور تبعه بفتكر هلأ بحدوه بحالة ضياع، أنه وين بدنا نسير نحن بعد كل هالفائض القوة اللي كان عنا إياه. لما بيشوفوه بينخرط بالسياسي مع بقية الأطراف، وشفنا هالشي ببعض التحالفات البلديات اللي صارت، ليش ما بيكون شريك أساسي معهم طالما هو خاضع وتحت راية العلم اللبناني، مش أي علم آخر، علم السيادة، علم الجيش اللبناني، ومنسلم عسكريا كل شيء للجيش اللبناني. أكيد حيكون متقبل من كل أفراد الشعب اللبناني وحتى من قبل الخارج.